يخوض المغرب ثاني انتخابات تشريعية منذ تبني الدستور الجديد في 2011، حيث توجه اليوم أكثر من 16 مليون مغربي لاختيار 395 نائبا من أصل 7000 مرشح من 35 حزبا وبعض المستقلين. أبرز المتنافسين في هذه الانتخابات هما حزب الأصالة والمعاصرة والذي فاز في الانتخابات المحلية ويقوده إلياس العماري، وحزب العدالة والتنمية الفائز في انتخابات 2011 والذي يقوده رئيس الوزراء الحالي عبد الملك بن كيران. والمغاربة كيشوفوا بعينيهم، وعملنا حملة انتخابية ناجحة والأولى في المغرب، والآن كننتظروا النتائج الطبيعية. إذا في هذه المرة هزم يجب أن يستخلص الدروس وأن يغادر الحياة الحزبية إن لم تكن الحياة السياسية. في وقت كانت رياح الربيع العربي تطال مصر وتونس وليبيا، تمكن المغرب من تفاديها، وذلك بإقرار بعض الإصلاحات التي أقرها الملك محمد السادس في خطاب ألقاه في 9 مارس 2011، والذي جاء استجابة لمطالب حركة 20 من فيفري. وإن إطلاقنا اليوم لورش الإصلاح الدستوري يؤد خطوة أساسية في مسار ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز. سنعمل على تعزيزها بمواصلة النهوض بالإصلاح الشامل السياسي والاقتصادي والتنموي. يقول خبراء أن الإصلاحات التي كسبتها المغرب بعد الربيع العربي، والتي تتمثل في اختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز ومنحه صلاحيات أكبر ومنح البرلمان المهمات الرقابية والتشريعية، قد تراجعت بتراجع الربيع العربي. الذي يحكم المغرب هو جلالة الملك، رئيس الحكومة يساعد جلالة الملك. المغاربة حين يصوتون عليك لا يصوتون عليك لكي تحكم وحدك أو لتحكم حسب رأيك فقط، يصوتون عليك لكي تحكم في إطار رئاسة جلالة الملك للدولة. يبقى السؤال في مدى فاعلية هذه الانتخابات، والمغرب لا يزال يخضع لنظام ملكي يعطي الحق للملك بالتدخل في كل الأمور.